for only these two properties. The other ones are all going to be the same. يبينا بزنس يا أخي، إلى متى وحنا على هالراتب؟ يقول أحدهم. يبينا كذا صفقة تدفن حاجتنا ولا نحتاج أحد عقبها. يا أخي ما في لا أرض ولا عقار إلا وسعينا فيه، وفقنا بين شاري وبايع، لكن ما ضبطت. وكم واحد داخل بالموضوع كان بيطلع لنا ما أدري كم مليون وعلى هالمسحوب. شوفوا أنا أخوك، هي نقطتين ما لهن ثالث. الأرقام المليونية والخيالات المبالغ فيها هذه ما أقول لك مستحيلة، لكن مرهقة ودائما، وأعني دائما في النهاية تضرب أجدار، وتعاف نفسك كل هالموالي لك أسابيع وشهور. جيب الليف ودى الليف، وافق فلان وعي فلان، وهذا مليونير حاط رجل على رجل، وهذا راعي السلعة أرض وعقار مليونير هو بعد وحاط رجل على رجل، وأنت يا حوم ناشف الريقك تقول لهم ها يا زبدة معين. هذه شغلات ما يسويها واحد إلا هو مأمن كل أساسيات حياته، وعنده إيراد شهري يكفيه، وحامي نفسه وأسرته من دائرة الأيام، وعنده الوقت والجلد يدابك ب20 سالفة لو لقحت واحد أهلا وسهلا. النقطة الثانية، لا تحدد كم تبي توصل لثروة، خلها مفتوحة، طريقة ما لها حرف تي. العالم هذا فيه وفرة كبيرة ما لا يتخيله الإنسان، ولا تقول والله أبي دخلي الشهري لا يقل عن 30,000 مثلا، وأنت حتى ال10 ما ضمنتها. ابدأ حتى لو بأقل المعطيات، وأيضا لا تنسى أن كل مشروك مبروك. مرحلة عنق الزجاجة بكبك معك وعنها، ما في شيء اسمه والله بدخل بهالموضوع بأريحية. تبي تجيك عدة مطبات، زادت مبالغ ما حسبناها في رسوم التأسيس، حالة الإخفاء اللي جت مع كورونا رغم بعض الناس استفادوا، تأخير من المصنع اللي تعاقدت معه، منافسة جديدة دخلت على الخط، خلافات داخلية، المرض عامل عندك ووقف الشغل إلى آخره، إلين وصلت إلى قناعة عطل الخبز خبازة. أي مشروع أو مشاريع تبي تدخل فيه الله لا يهينك، روح لحد مكاتب دراسات الجدوى يفصصون لك السوق والأسعار والتكاليف والإيراد والمنافسين إلى آخره، حتى الصافي يطيرون النص وعقبها يقولون لك يا ولد ادخل وتوكل على الله، أو له وقته، أو أنك ما تملك المعطيات اللي تنجحك الآن. ولله الحمد لا أنا ولا بعض المعارف أو الشركاء بدأوا بهالطريقة وطلعوا ندمين. ولا تلعب دور ما هو دورك بأي مجال، فكيف وهالشيء يأثر هالكم قرش اللي أنت مجمعهن وبادئ بهالمشروع. خلال الأيام الجاية بسرد لكم كيف بديت ببعض الشغلات البسيطة، وأنقل لكم تجربتي الشخصية، الخطوات الصحيحة والخطوات الضائعة اللي سلكتها. وطبعا ما لها دخل بحمود الإعلامي أو شبكة علاقاته التسويقية الإعلانية ومن هالكلام، لا، تجارب تجارية بحتة، عقود، رأس مال، خدمات، منتجات، محلات، تسويق إلى آخره، قريبا بإذن الله.